ماشي يا عم سهله. ميرسي يا انكل. ايه بص يا حازم، لازم يبقى ارتباطنا ببعض رسمي قدام الناس. فاكرين اوقات فراغ؟ سنة 2006 طلع فجأة وبدون مقدمات فيلم دراما اجتماعي بطولة شباب صغير أكبر واحد فيهم عنده 22 سنة، تأليف شاب عنده 21 سنة، ومفيش واحد فيهم ليه أي تجارب سابقة على الشاشة. حملة الإعلانات كانت متواضعة. وقت اوقات فراغ احنا كنا بنوزع في الشارع احنا بنفسنا، انا وكريم وعمرو، فلايرز على الفيلم، ومحدش عارفنا لسه ومفيش أي مؤشر يقول إن الفيلم هينجح. كان عندنا تخيل ان الفيلم ده ممكن ينزل حفلة ويتشال. والفيلم نجح، ومش أي نجاح. بس هنا السؤال، ازاي الفيلم بالمواصفات دي تقريبا فيلم طلبة ينجح نجاح تجاري مبهر ويسيب علامة في السينما المصرية، وكمان يبدأ المشوار الفني ل3 شباب صغيرين من أول تجربة ليهم؟ ازاي ده حصل؟ خلينا نرجع خطوة لورا. لسنين طويلة في الأفلام، فئة سن المراهقة لحد شباب الجامعة كانوا دايما يطلعوا بشكل كرتوني، كاريكاتيري، هزلي، ما ينفعش تاخده بجدية أبدا. ظبط لي واحد زيت حر صيفا معتدل ممطر شتاء. مين بيقول كده؟ يا ترى مين فيكم يا جماعة الروشنة والطحن حياته؟ محاولات موجعة ومحرجة مرارا وتكرارا للتقرب للشباب ومصطلحاتهم وطريقة كلامهم واهتماماتهم، ولا مرة كانت شبههم بالفعل. كل مرة المحاولة بتبقى وبشكل غريب أوحش من اللي قبلها، وده عشان اللي كاتب واللي بيمثل غالبا ما يعرفش أصلا الشباب دي عايشة ازاي. You don't have the right to call yourself a West Coast gangster عشان انت ما عشتش اللي هم عاشوه. الشباب كان متفرج ومالوش اي حد يمثله ويمثل معاناته وصعوباته ومشاكله اللي فعلا بيعيشها، او حتى هزاره وفرحته بس بشكل حقيقي ومش هزلي ويكسف. لحد اوقات فراغ، مكتوب من شباب، متأدي من شباب، بدقة وصدق وجرأة في العرض. وقت ما هتشوف الفيلم يا هتشوف نفسك يا واحد صاحبك يا انتوا الاتنين. محاضرة الجامعة، قعدة القهوة، وقفة الكشك، السنكحة بالعربية، النوادي، النواصي، الكلام، التعبيرات، المشاكل، هتشوف نفسك في الفيلم بشكل او باخر، لان في جزء معمول عشانك، في جزء مكتوب عشانك. ومن هنا حكاية النجاح تبتدي. زي ما اتفقنا في الفيديوهات اللي قبل كده، العمل الفني منتج تجاري، وكل منتج ليه شريحة مستهدفة. هل هي عائلات، شباب، ستات، كبار سن، أطفال؟ أوقات فراغ كمنتج اتصمم إنه يستهدف وبشكل خاص الشباب، وبشكل فرعي أهالي الشباب. وده ممكن يكون أكتر عمل فني كان عامل استهداف دقيق لشريحة فيها مخاطرة كبيرة على وجه التحديد. ده خلى الفيلم يبقى شديد الأهمية والتأثير ما بين الفئة دي وهي الشباب. الاستهداف ده وصل للشباب بشكل إيجابي ومش مبتذل، عبر عنهم فعلا. لكن جيل اوقات فراغ ده كان بيلم بعضه، وتعرف ان ده شباك شاشة اوقات فراغ. بشكل سريع جدا الابطال بقوا ايكون للفئه العمريه دي، والموضوع حصل بسرعه قياسيه لدرجه ان الابطال ال3 اتشهروا من قبل ما يعرفوا ان هم اصلا اتشهروا. بعد الفيلم والله يعني بنروح سينما سيتي ستارز، فجأة لقينا الناس تيجي تصور معانا وتصوت وكده، ما فهمناش حاجة فعلا خالص. بس كل ده لحد دلوقتي ما جاوبش السؤال بشكل كامل، الفيلم ده نجح ازاي؟ الإجابة في الأولويات. الفيلم أولوياته كانت المحتوى ودقته وجودته وصدق كتابته، كانت من أولوياته الموهبة وحماسها واحترافيتها. التركيز كله كان على الرسالة وتقديمها، بالبلدي الطبخة وطعمها، حرفة، صنعة. مش بقول ان الفيلم ما حاولش يبقى تجاري او يكسب فلوس، لا طبعا، بقول ان طريقته في انه يوصل للناس ويكسب الفلوس دي كانت مختلفة شكلا وموضوعا عن بقية الافلام وقتها. الفيلم تحدى مفاهيم السوق كله، وانا احب ده قوي. السوق كله يقول لك سر نجاحك الدعاية، اوقات فراغ يقول لك سر نجاح الفكرة. السوق كله يقول لك سر نجاحك نجم مشهور، اوقات فراغ قال سر نجاحي الموهبة ايا كانت. السوق كله يقول لك سر نجاحك ما يطلبه المستمعون، اوقات فراغ قال سر نجاحي ما يحتاجه المستمعون. قدم فكرة الشباب فعلا محتاج يشوفها، محتاج يبص على نفسه من بره وعلى حياته من بره بعدسة تانية، زوم اوت، محتاج يعرف انه مش لوحده في مشاكله. ده ما يحتاجه المستمعون، والمستمعون هنا تاني الشباب. الفيلم عرف يتكلم عن اهم مشاكل الفئة العمرية دي من غير ما تحس باي اقحام او عدم سلاسة في الاحداث. بينط من مشكلة لمشكلة بمنتهى الهدوء. معاناتك مع اكتشاف نفسك، معاناتك وتخبطك في علاقاتك العاطفية، علاقتك مع العقيد، علاقتك مع نفسك بشكل عام. الفيلم ادى اهتمام كبير لتأثير الطبقة الاجتماعية بمفاهيمها وتحدياتها على حياة الشباب. فأبطال الفيلم ال3 هم حازم من الطبقة العليا أو الفوق متوسطة، عمرو من الطبقة المتوسطة، وأحمد حسن من الطبقة الأقل ماديا.
كمان ما ننساش دور رندا البحيري او منة في الفيلم اللي عبرت عن حياة بنات كتير في السن ده بكل الارتباك وكل القرارات المتخبطة في رحلتها الصعبة او القاسية لاكتشاف نفسها او هي فعلا عايزة ايه. الجانب ده وصل رسائل كتير بشكل ذكي جدا ان الفروقات كتير لكن الطريق ونهايته ممكن تبقى واحدة. غير طبعا نظرة الفيلم عن معاناتك مع سوق العمل وانت حديث التخرج بدون خبرة ومهارات، المعافرة المحبطة والطلبات المبالغ فيها. على الاقل وقت ظهور الفيلم ده كان موضوع منتشر جدا ونادرا ما حد حط عليه عدسة الكاميرا وطلعه بخفة دم وسلاسة زي اوقات فراغ. ابقى مطرود من البيت واقول له عايز اشتغل يقول لي خد كورس فرنساوي. بس ورا كل ده كانت تحديات كبيرة وقلب حديد من المنتج حسين القلة اللي عاد بعد غياب 6 سنين بحالهم قبل اوقات فراغ رجع يثبت نقطة ونجح فيها. نقدر ناخد مخاطرة ونراهن على الموهبة الحلوة، نقدر نصدق في فكرتنا ونراهن على الكتابة الحلوة، والسن الصغير ممكن يطلع نجاح كبير. ايه بقى اللي حصل بعد اوقات فراغ؟ هل نجاحه استغل صح؟ هل سوق الانتاج الفني اتعلم بشكل سليم من تجربة الفيلم ده؟ هل مواهب اكتر طلعت وافلام احسن اتعملت؟ لا، بس استنى يا عزيزي ما تمشيش، الموضوع ما خلصش. ليه لا؟ انتصار كبير للمواهب الجديدة والشباب الصغير والكتابة الحلوة، ليه لم يتم استغلاله بشكل سليم؟ ايه اللي حصل؟ بعد الفيلم ما طلع ونجح كان وقت ان المنتجين يتعلموا حاجة من نجاح الفيلم ده، بس مع كامل الاسف المنتجين ما فهموش اسباب نجاح الفيلم الحقيقية. من الواضح انها ما كانتش بالوضوح اللي احنا فاكرينه دلوقتي، مواهب وشباب وكتابة واخراج. مع كامل الاسف ولعدم وجود لفظ تاني يعبر، اتعاملوا معاها على انها سبوبه حلوه. الناس حبت الشباب، يبقى تعالى نجيب شباب سنه صغير ما بيطلبش اجور عاليه فننتج بتكلفه منخفضه ونكسب فلوس. تعالوا بقى بسرعه نشوف نتيجه التفكير ده كانت ايه. سيل من الافلام اللي بالمواصفات دي اللي قدمت شباب ومواهب حلوه وكان ممكن يعملوا شغل هايل، لكن الورق كان سيء والاهتمامات كانت اسوأ. اهتمام مبالغ فيه بالشق التجاري والاعلان على حساب الجوده والسيناريو، اهتمام احيانا بخلق اي حاله جدليه في قصه الفيلم حتى لو مش معموله كويس او في استعجال في التنفيذ. يعني من الاخر كل حاجه عكس الاسباب اللي نجحت اوقات فراغ من الاصل، عكسها تماما. والجدير بالذكر ان نفس فريق العمل والمنتج اللي صنعوا نجاح اوقات فراغ وقعوا في نفس الفخ. استعجال في استثمار نجاح اوقات فراغ اللي كسر الدنيا حقيقي بانهم ينزلوا باسرع وقت وباي ورق جاهز وخلاص. ده طلع لنا فيلم الماجيك. في رأيي فيلم الماجيك مش فيلم وحش، هو مسلي عادي، لكن كتابته كانت ضعيفة وفكرته كانت مستهلكة. وبعد اوقات فراغ الناس توقعاتها كانت عالية جدا وكانت مستنية حاجة افضل بكتير، وفيلم الماجيك خذل التوقعات دي، ومع كامل الاسف فريق العمل نفسه ما بقاش مبسوط بيه. ليه فيلم الماجيك ما حققش نفس نسبة نجاح فيلم اوقات فراغ؟ اولا لان السيناريو ما كانش حلو. كان واضح ان في تخبط في الاختيارات وطموح عالي مع خوف ان الفرصه تضيع عليهم، وده ادى الى قرار خاطئ واستعجال. تجربة ناجحة وما عرفناش نكمل عليها صح. اوقات فراغ كانت فرصه ذهبيه ممكن تعلم السوق كله ان الجوده والموهبه يجب الاستثمار فيها، لكن نجاح الفيلم اتفهم بشكل خاطئ وترتب على ده قرارات كتير خاطئه من كل الجوانب، وطبعا ده ادى لنهايه مبكره جدا لنوع افلام كان ممكن يغير كل حاجه ويدي فرص لعشرات المواهب اللي عندها حاجات حقيقيه تقدمها ومستنيه بس الفرصه الصح والتوظيف السليم. نقول ايه؟ الف خساره. لو هترجع تشوف الفيلم وانت ما شفتوش قبل كده خلي بالك انه مصنف فوق 18 ويحتوي على مشاهد والفاظ ومواضيع غير ملائمه لمن هم اصغر. وجب التنبيه عشان لو عندك اي تحفظات عن النوع ده من الاعمال تكون على درايه. ولكن دي ما كانتش النهايه للثلاثي احمد حاتم وكريم قاسم وعمرو عابد، جالهم فرص تانية كتير، ولو عايز رايي هقول ان الحظ سعفهم جدا وفضلوا مكملين لحد ما وصلوا. الثلاثه دلوقتي نجوم وبيشيلوا بطوله، ويمكن بس عمرو عابد هو اللي قليل الظهور ولكنه موجود وفنان كويس، واتمنى نشوفه الفتره الجايه اكتر واكتر. ودي كانت ذكرى الفيلم الشبابي اللي ساب علامه تستحق الكلام عنها. لو مبسوط انك افتكرت الفيلم وعرفت عنه وعن تاثيره وعايزنا نفكرك بحاجات تانية، يبقى اوعى تنسى تشترك في القناه عشان يوصلك ذكريات اكتر واكتر. اراكم على خير.